سميتي جنات. انا عشت في وسط عائلي عادي جدا، بحال كاع المغاربه كاملين. دوك المغاربه البسطاء اللي كيعيشوا على قدهم، ما عندهمش وما خصهمش. با كان كيبيع في الجوطيه، والحمد لله كان هازنا من كل شيء، لا من لباسنا ولا من قرايتنا ولا ماكلتنا، كل شيء. اما امي فكانت ربة بيت، حيت الوالد ما كانش كيخليها تخرج تخدم برا. كيقول لها انا نخدم، انتي غي قابلي دارك وقابلي وليداتك. كانت نفسه حارة، كيخدم ويجيبها من فم السبع ويجيبها لينا حنايا. وحتى امي كانت كتشوفو كيتقاتل بزاف وكيحاول يوفر لنا كل شيء، وكان كيبقى فيها بزاف. كتشوفو كيخرج بكري وكيرجع معطل. كانت واحد جارتنا كتعرف الطرز، تعلمات من هذاك الطرز، وكان راسها خفيف دغيا تعلماتو، وبقات كطرز وكتبيع للجيران والعائله، وتعرفات في هذيك الحومه ديالنا. ومن تما عاوتاني بدات كتعلم التنبات والخياطه. كان راسها خفيف، اللي عطيتيها ليها كتشدها وكتقادها. وهكا امورنا تحسنات الحمد لله، مع ولات كتعاون مع الوالد. كانت هي اللي مكلفه بالكرا وبالما والضو، اما الوالد كانت كتقول ليه انت تكلف غا بالماكله. كانوا معاونين على الزمان، وكانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف، واخا ما كانوش كيبينوا هاد الشي قدامنا، ولكن انا كنت حاسه بهم. انا كنت هي البنت الكبيره، وكنت كنقرا. وصلت للتاسعة وانا نحبس القرايه، ما بغيتش نكمل. ما عرفتش علاش. عيا با فيا مسكين ما يقول لي كملي قرايتك، وكيقول لي ما خاصك حتى شي حاجه، علاش باغا تخرجي؟ ولكن انا ما كانتش عندي الرغبه في القرايه ولا نكمل. كنت كنبغي داكشي اللي كدير ماما بزاف، وكنت كنتعلم منها. وحتى انا تعلمت منها كل شيء، الطرز والخياطه والتنبات، واي حاجه تطيح لكم على بالكم عندها علاقه بالخياطه تعلمتها من عندها. وحتى انا رجعت كنبت، وكنمشي نجيب الخدمه من عند الخياطات اللي كيكونوا في الحومه، وكنبت ليهم داكشي وكنقادو. ورجعت كندخل واحد المدخول ديالي الخاص بيا. بقينا انا والوالده كنجمعوا شويه بشويه، حتى درنا واحد الحصيصه تحت منا. وانا نقترح على الوالد والوالده باش نديروا واحد المحل خاص بينا، حيت الحمد لله الخدمه كانت موجوده، وحنا تعرفنا والناس كيبغيو خدمتنا. قلت لهم علاش لا اللي ما نديروش حتى حنا شي محل ديالنا ونخدموا لراسنا، داكشي اللي كنقسموه مع الناس نديوه حنا كامل. الوالد ما بغاش في الاول، ولكن بقينا نضغطوا عليه حتى وافق وخلانا نديروا المحل. وفعلا حلينا واحد المحل وبدينا كنخدموا شويه بشويه، وبدينا كنتعرفوا اكثر واكثر. رجعنا معروفين في المدينه ديالنا كامله، ماشي غير الحي. اللي بغى الخدمه المتقونه كيجي عند الخياطه جنات. بقينا كنخدموا العام الاول العام الثاني، والحمد لله بقى الرزق كيدخل والخير كيفيض علينا. وانا ما كنتش كنديها في راسي ولا كنشوف راسي راني وصلت للوقيته ديال الزواج ولا شي حاجه. وماما ديما كانت كتقول لي الله يجيب لك شي نقره فين يغبر نحاسك. وديما انا كنضحك كنقول ليها نقرا كاع والنحاس. المهم بقيت هكا حتى تعرفت على واحد السيد كان كيجي مره للمحل. من المره الاولى سبحان الله بغيته وحبيته، وحتى هو كان كيبادلني نفس الشعور. راكم عارفين مني كتبغي شي حد، خصوصا ملي كتكون اول علاقه ليك، كتعماي كيبان لك غا هو اللي كاين في هاد الدنيا. تعرفت عليه النهار الاول والثاني والثالث، ومع مرور الايام خدا نمرتي وبقينا كنهضروا. والهضره ديالو والطريقه اللي كان كيهضر معايا بها خلاتني نبغيه وحبيته، وطحت فيه عميا. كنت كنشوفو غير هو اللي كاين في هاد الدنيا، وما كاينش شي حد من غيره. حيت عمرني ما درت شي علاقه في حياتي، لا فاش كنت كنقرا ولا حتى من مور ما خرجت من القرايه وبديت كنخدم. كنت دغريه ونيه، عندي غا مع نيشان. تعرفت عليه ودرت معاه علاقه، ولكن علاقه كانت محترمه وبزاف. ما كنتش كنتلاقى به بزاف، وما كناش كنخرجوا غير الا جا المحل او الليله هضرنا في التليفون. وعرفت باللي هو ما خدامش شي خدمه، غير كيبريكولي من هنا ومن هنا. كانت عنده الاجازه ولكن ما خدمش بها، ما جابش الله. وكان ديما كيهضر ليا على الخدمه وعلى هذا الموضوع هذا. كان كيبقى فيا بزاف، وكنعرفوا انه قرا وتقاتل، ولكن للاسف ما خدمش. رجعت كنبغيه بزاف وكنحماق عليه. قلت علاش لا اللي ما نعاونوش، وطرحت عليه الفكره، ولكن هو كان رافض. وانا كنت مصره، حيت كنت جمعت شي بركه، وكانت الخدمه محركه مزيان، وحيت ولينا معروفين في مدينتنا، وكنفرقوا على المغرب كامل ماشي غير في مدينتنا. اللي بغى شي حاجه كيصيفط لنا العبارات ديالو والموديل اللي بغى، وكنخدموا ليه وكنصيفطوا ليه.
ايوا كان ديما كيقول لي انا راه باغيك للحلال، ولكن ما نقدرش نتزوج بيك دابا. انا دابا ما خدام ما والو، شنو غنقول لوالديك؟ واش نقول لهم بلي راني جالس غير كنبريكولي وباغي نتزوج؟ وما يمكنش. رجعت كنصر عليه انني نعاونو يبدا شي حاجه من الصفر ويخدم، وفاش يكون راسو يرجع ليا داكشي اللي عاونتو به. ومن بعد قبل فعلا خديت ليه واحد البيكوب وبدا كيهز بها السلعه للناس، داكشي اللي كيخص البني والسيما والحديد والصباغه، المهم كيهز اي حاجه وكيصيفطها كيوصلها لماليها. بدا خدام شويه بشويه حتى بدات كتحرك ليه الامور، وانا في المحل كنت كنحط كارت فيزيت ديالو باش اللي بغى شي حاجه يوصلها ليه حتى للدار. ومع الايام تعرف على واحد المقاول وبقى خدام معاه، هو كان مكلف ليه غير بالسلعه اللي خصاتو كيجيبها ليه، وكان عنده الثقه فيه كبيره، ورجع خدام مزيان. وهنا تقدم ليا للزواج وانا كنت فرحانه وطايره بالفرحه. قلتها لعائلتي ووافقوا عليه. اصلا امي كانت في خبارها، غا الوالد اللي ما كانش في خباره، وتا هو وافق، قال لي مادام بغيتيه مرحبا به، غير هو خصو يكون ولد الناس. والحمد لله تيسرات الامور وجاب عائلته وخطبني وتزوجنا وكرينا واحد الدويره وفرشناها وعشنا مجموعين فيها. العام الاول كان اسعد عام في حياتي. كان هو كيمشي يخدم وانا كنمشي نخدم، وكنتلاقاو في الدار في العشيه، كنا عايشين بخير ومرتاحين. حملت بولدي وملي تزاد سميناه جاد، وغي ولدت ولدي وهي تبدا الامور كتبدل، وليت كنحس براجلي كيتبدل عليا بزاف. رجع مره ما كيباتش في الدار وكيبقى يهضر في التليفون، ويدخل الحمام ويسد عليه بالساعات وهو في داك الحمام مسدود عليه. ورجعوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي ما كانوش فيه من قبل، وانا كنت ديما كنلتمس ليه الاعذار، كنقول يمكن غير الخدمه. وفعلا كان كيقول لي هاد الايامات رحنا مزيرين بالخدمه. كان كيفيق بكري وكيخرج بكري من الدار، ومره كيقول لي راه غادي نتعطل، ومره كيقول لي راه ما غنجيش كاع حيت غنسافروا، راه غنمشيو نجيبو سلعه من هاد الجهه ولا غنمشيو نصيبو شي حاجه في هاد البلاصه. المهم كل مره كيعطيني عذر في شكل باش يا اما يجي معطل او لا ما يجيش كاع للدار. وفي هذيك الوقيته كان باغي يدير المقاوله ديالو بوحدو، وهذا الشيء اللي كان كيخليني نقول راه بصح عنده الخدمه مزيره. داكشي علاش بعد عليا وتبدل عليا وما بقاش كيجي للدار. صافي من بعد استقل ولا خدام بوحدو، وحتى هو ولا كيشد وكيبني وكيبيع، ما بقاش كيوصل السلعه. وكان ديما فاش كيحتاج شي حاجه كيلقاني واقفه في جنبو. كنت كنقول ليه راه ان شاء الله ما غادي يخصك حتى شي خير، اي حاجه وقفتي عليها غتلقاني ديما في جنبك، وان شاء الله غادي نكبروا بجوجنا. بدينا من الصفر بجوج وغادي نكملوا بجوج. مع الايام وليت كنعرف بانه كيهضر مع البنات وكيتلاقى معاهم، حيت مالين الحسنات موجودين، ولاو كيوصلوا لي الخبار حتى لعندي. كيجيو عندي بنات المحل وكيقولوا لي راه شفنا راجلك هنايا في البلاصه الفلانيه، وراه شفناه جالس مع واحد خيتي في هاد القهوه الفلانيه. المهم ديما كنت كنكذب هاد الشيء وعمري واجهته، ولكن بدا كيعيق بزاف، ما بقاش كيبات في الدار بمره، وتليفونه ما كيسكتش، غير كيصوني التليفون كيقول لي فلان ونسيت بلي راه كيتسناني، وراه نسيت بلي عندنا الخدمه، يلا يلا بسلامه بسلامه راني تابعني شلا خدمه. وكيهبط مع الدروج وكيبدا الهضره ديالو. اهلا سي مراد، كي داير؟ لاباس عليك؟ انا جاي دابا. وداك الشيء كتر بزاف، وانا كنت حاسه بانه ما كيهضرش على الخدمه وما كيمشيش يتلاقى مع اصحاب الخدمه، ولكن ما كنبغيش نتيق حيت كنت كنبغيه بزاف. كنقول ما يمكنش يدير معايا هاد الشيء، ما يمكنش يخونني. ولكن حياني الله حتى شفت داك الشيء بعينيا. كان كيهضر مع البنات في داري وحدايا، مره يقول لي هذه خدامه معايا، مره هذه راها عندها شي حاجه وخاصها شي حاجه، وكيضحك معاهم، وانا دايره عين ميكا وصابره. حتى رجعت كنقول ليه شوف، الا بغيتي تتزوج بالحلال مرحبا سير تزوج، انت دابا راك ميسور وقد انك تحل جوج ديور، هي دير ليها دارها بوحدها وانا هاني في داري مع ولدي. المهم دير شي حاجه في الحلال، اما باش تبقى تخرج مع هادي وتمشي مع هاديك وتجيب ليا شي مرض، لا اخويا. كان كيضحك وكيقول لي نفكر ونشوف. المهم كانوا كيطراو بزاف ديال الحوايج وانا ساكته، كيهضر مع البنات وكيخرج يتلاقاهم وكيوصلوني اخبارو، وما قدراش نهضر. ما كنتش عارفه علاش، واش خايفه من المجتمع ولا من عائلتي ولا من راسي ولا من داك الحب اللي كنت كنبغيه وكنت كنحماق عليه وما قدراش نتفارق معاه. المهم ما عرفتش شنو هو السبب، وليت كنقول ليه تزوج
وغاتزوج وانا خليني معاك. وهو كان عارفني عمرني ما غنطلب الطلاق، حيت كانت الكلمه الوحيده اللي ما كنقدرش نسمعها. كنت عارفه راسي ما نقدرش نتفارق معاه. المهم حتى لواحد النهار وهو يجي عندي وصدمني، قال لي جنات بغيت نتزوج. قلت ليه هو مباركم سعود، الله يكمل بالخير. صافي دغيا نسيتي العشرة، بغيتي دير الحلال مع واحده اخرى؟ ايه اصلا الشرع عطاك 4. صافي بغيتي تتزوج؟ اي والله يعاونك والله يسهل عليك، انا هاني انا وولدي هنايا، وانت سير تزوج ودير ليها دارها، غير هو حاول تعدل بيناتنا. فعلا مشى وهدر مع هذيك خيتي واتفق معها ومع عائلتها. وجا واحد النهار دوش وقاد ولبس الكومبلي ديالو ودار الريحه ودار الساعه ديالو. المهم تفركس من راسو حتى لرجليه ومشى. قال لي اليوم راه عندي ضريب الصداق. قلت ليه والله يسهل عليك. وكانت هذيك اكفس ليله في حياتي، بت الليل كامل وانا كنبكي، كنقول علاش ما قدرتش نشدو معايا، علاش ما قدرتش نخليه حدايا وحدا ولدو، شنو اللي ناقصني انا؟ ياك انا اللي وصلته، كان بادي معايا من الصفر وانا اللي عاونته وانا اللي خليته هم وشان، ودابا جاب هاد البساطه هادي كيقول لي ماشي يتزوج. بت الليل كامل وانا كنبكي، ما كان عالم بيا غير الله. داز تقريبا واحد 3 ايام عاد جا للدار، قال لي ان شاء الله راه قرابين نديروا العرس، ولكن مراتي جديده راه قالت لي الا بغيتي نكمل معاك ونبقى معاك خصك تطلق المره الاولى، انا ما يمكنش نجي ضرا على شي وحده، ودابا خصنا نتفارقوا. عرفتي ملي قالها ليا بحال خويتو عليا الماء الطايب. قلت ليه واش نسيتي العشره؟ نسيتي فين كنتي وفين وصلتي بالفضل ديالي؟ نسيتي مناش جيتي؟ ولا صافي قطعتي الواد ونشفو رجليك حتى وليتي راجع باغي تتزوج وتمشي وتخليني وتخلي ولدك؟ فين غتخليه؟ بقيت كنرغبو وكنقول ليه عافاك بقى معايا، كذب عليها وقول ليها راه حنا مطلقين، ولكن بقى كتجي عندي غير مره بالتخبيه، انا راه ما نقدرش نتفارق معاك ولا نخليك. بقى كيشوف فيا وكيضحك، قال لي ما نقدرش نكذب عليها، انا راه بادي معاها بالصدق وبالنيه. كنقول ليه شوف غير في وجه هاد الوليد وفي وجه العشره اللي كانت بيناتنا وداك الشيء اللي دوزنا بجوج. قال لي وخليني نفكر ونرد عليك. وانا هاد الشيء كامل كان كيوقع وعائلتي ما في خبرهم حتى شي حاجه، كنت ما كنقدرش نواجه امي وبا ونقول لهم هاد الشيء، كنت مكمداها في قلبي وساكته، وكنقول انا اللي حطيت راسي في هاد الشيء، وانا اللي خصني ندير النفس ونخرج منه. بقيت كنفكر مزيان، كنقول علاش انا داله راسي لهاد الدرجه؟ واش انا ما عنديش كرامه؟ انا كنت دايره كرامه لراسي وهزه راسي ودايره العز لراسي، ما غاديش يدير ليا هاد الشيء كامل، ما غاديش يتجرأ ويجي يقول لي بغيت نتزوج. انا الحمد لله بخدمتي بداري وبفلوسي، وراه هو اللي خاسر. الا مشى عند هذيك خيتي خليه منو ليها، وخليني انا نستقل بحياتي ونعيش بحياتي، انا ما واقفاش عليه وما محتاجاش، انا الحمد لله بولدي وبخدمتي وبداري. داز تقريبا شي سيمانه ورجع، جا عندي قال لي جنات بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع خصنا ضروري نفضيوه هاد الساعه. قلت لي حدك تما، انا ما عندي فاش غنهضر معاك، انا بغيت براتي، بغيت نطلق، ما غنقدرش نعيش مع واحد خاين ونسى العشره ونسى فين كان في الصفر او لا تحت الصفر، وانا اللي وصلته واللي درته راجل بقيمه وبهمه والشان، يجي دابا يتهكم عليا ويدير فيا هاد الحاله؟ مازال ما تزادش هذا اللي غادي يدلني. بقى غير مصدوم وكيشوف فيا. قلت ليه كيما سمعتي، انا بغيت براتي، وهز عليا باليزتك وشراوطك وغبر عليا من داري. لقاني جامع عليه حوايجو في واحد الباليزه، كركبتها ليه مع الدروج، قلت ليه يلا تبعها وبراتي توصلني، والحقوق ديالي وديال ولدك غتحطهم سوا بالخاطر سوا بالسيف. يلا الباب الحباب. وسديت بابي، وتما حسيت بواحد الراحه كبيره عمرني ما حسيت بيها. رديت الاعتبار لراسي وعطيت قيمه لراسي، وما خليتش راسي مدلوله وهبيله لذاك الحيوان اللي رديته قيمه وشان وهمه، وجا كيتهكم عليا وكيدير فيا ما بغى. وفعلا داكشي اللي كان، اعطاني براتي، ودابا راني عايشه مع ولدي ومع عائلتي، عايشه بخدمتي ومرتاحه، كنمشي وكنخرج ونسافر ونتسارى فين بغيت، ونمشي للبلدان كاملين اللي بغيت، وانا مرتاحه مع ولدي ومع امي وبا. وكنتمنى ان قصتي تكون عبره لبزاف ديال العيالات، وياكم تقللوا من راسكم، واللي ما بغاناش ما عندنا ما نديرو به. كيقول لك المثال اللي ضرقك بخيط ضرقو بحيط.